اهلا وسهلا البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم البنات كيف ما وعدتكم غادي نوجد معكم واحد المعسله من المعسلات الرمضانيه بواحد المكونات اللي بسيطه كيف ما والفتوا معايا و... ومع الطريقه ديال التحضير ديالها وغادي تبعوا معايا غير الطريقه والمقادير حتى النهايه ديال الفيديو. هنا البنات هاد المعسله او بقلاوه غادي نديروها هكا بورقه الفيلو. هي دائما كنديروها هكا بالعجينه ديال كتكون واحد العجينه خاصه، ولكن هنايا قلنا علاش ما نديروهاش بورقه الفيلو. يعني كتوجد في في مده اللي بسيطه زعما دغيا في واحد الوقت اللي وجيز. انا البنات غادي نبداو على بركه الله. باش نوجدوا هاد المعسل غادي نحتاج واحد 400 غرام ديال السنيده. هنا غنحتاجوا واحد 200 مليلتر ديال الماء، ولا بالعباره الناس ديال كاسه العنبه غادي نحتاجوا واحد 3 الكؤوس ونصف ديال السنيده، وغادي نحتاجوا واحد الكاس وربع ديال الماء بالعبار ديال العنبه. وهنا البنات عندنا واحد نص حامضه العصير ديالها. عفوا البنات، هنا باش ما كي غادي باش هكا منين كيطيب هذاك العسل ما كيجيش فيه دوك الحبوبات ديال السنيده. نخليو هكا واحد المده ديال 15 دقيقه حتى كيبدا يتغلى صافي، وغادي نحيدوه من البوطه. صافي. هنا البنات عندي واحد 250 غرام ديال اللوز و250 غرام ديال الكاوكاو اللي طلعت فيهم البنات الغليه وكنفسخهم وتنقليهم كما كتشوفوا معايا، وكنديرهم هكا في واحد البابي كويزين، نخليهم حتى كينشفوا من داك الزيت وكنطحنوهم البنات وانتم تشوفوا معايا. ماشي كنيلوهم حتى كيوليو بودر، لا لا البنات. هانتوما هنا درت اللوز طحنته، وانا كندير الكاوكاو تنخليوه شويه فيه دوك الطروفات باينين، ماشي كنديروه فحال العجينه البنات بودر، لا. وريتكم كيفاش كيكون الشكل ديالو. كتخليوه هكا واحد المربعات صغيورين صافي. هانتوما كتشوفوا، هانتوما ملي تشوفوا معايا كيبقى على هذا الشكل هذا صافي. غادي نديرهم هكا في واحد السلافات وغادي نحطوهم على جنب. وهنا البنات غادي هكا كنوريكم هنا الشكل ديالو البنات. شوف صافي. من بعد غادي ناخذ واحد البول هكا وغادي نزيد على هذاك الكاوكاو واللوز. نخلط الكاوكاو مع اللوز جوجهم. زدت هنا واحد راس معلقه ديال القرفه. اللي بغى البنات يدير المسكه الحره تبقى اختياريه، كديري واحد شويه ديال المسكه الحره تخلطي مع واحد شويه سكر كلاصي باش كتتحلك وكتزيديه. هنا البنات كنوريكم الماركه ديال المزهر اللي كندير انا البنات. كندير هذا بالعامري، هو هذا باش كتعرفوها البنات. راه هو حيت كاين هادو كاين اللي زعما غير كتكون فيه بالعامري، هو راه ماشي هو دا نفسه. انا كنوريكم شنو الفرق. كتكون هذيك الكتبه من الداخل البنات. صافي. هنا ضفت واحد الكميه ديال المزهر تقريبا البنات. غادي نديرو واحد ربع كاس ديال المزهر صافي، وكتخلطوها ماشي حتى كتعجن، كيولي الشكل ديالها غير هكا صافي وكتحبسوا. غادي نخليو هادشي جانبا. وهنا البنات غادي ناخذ الورقه ديال الفيلو. هي هذه البنات راه متواجده في الاسواق الكبرى. غتلقاوها هكا في مرجان، تلقاوها في كارفور، تلقاوها في اسيمه، وحتى في بيما البنات راه كيجيبوها، ولكن كتكون قليله، كتكون غير في رمضان بزاف. كتكون هي والعجين المورقه. المهم البنات غادي ناخذها هانتوما كما كتشوفوا معايا. وديما البنات فاش تبغوا تاخذوا ورقه الفيلو شوفوا لا ديالها زعما امتى جابوها، حيت كتكون امتى زعما جات وامتى زعما تصايبات وامتى غتسالي. ديما البنات خذوا لا تكون قريبه، حيت ورقه الفيلو كتبقى غير كتبقى غير مده قصيره كما كتشوفوا، كتبقى هكا كتقطع، وهي اصلا كتكون سونسيبل بزاف البنات. فاش تبغوا تخدموها خدموها غير بشويه باش هكا ما تتقطعش لكم كما كتشوفوا معايا. هنا انا حليتها وغادي نحاول نتنيها تاني على جوج، وغادي نقسمها البنات على جوج. نقسم بالمقص. هي راه كتكون فيها في الطول واحد 50 سنتيمتر هكاك. غادي نحاول انني كما كتشوفوا معايا غادي نقطعها هكا
عليه جوج، نمشي هكا بالمقص، كنمشي معاه غير بشويه حتى غنقسم البنات على جوج. البنات من بعد ما كنقسموه على جوج كناخذوا داك النصف، كنخليو النصف الاول حدنا والنصف الثاني البنات غادي نديروه هكا في بلاستيك ديالو غنخليه جنب. وهنا البنات غادي ناخذ واحد اللاطه، اللي تتكون هكا صغيره تقريبا فيها واحد 30 سنتيمتر حتى هي. وكنبدا كندير بجوج الورقات نفرش لها البابي كويسو. غناخذ جوج الورقات الاولين وغادا ناخذ الزبده هكا اللي كتكون زبده من اصل حيواني، يعني زبده نوعيه ممتازه. اللي بغى البنات اللي ما بغاش يدير زبده عاديه المارغرين، ولكن من يفضل انكم ديروا هكا زبده من اصل حيواني كتجي بنينه. كتذوبوها البنات وصافي. وغادي نبداو كندهنوا هذوك بجوج الورقات. وكنبدا ثاني غنهز جوج ورقات اخرين وغادي ندهن. غنستمر هكا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هذيك الكميه اللي عندي كامله. كتحاولوا البنات تقادوها باش ما تكونش متنيه، ولكن خدموها غير بشويه. هي راه تكون غير على سبه تتقطع بالزربه. صافي هنا كنحاول انني ندهن غير بشويه، ماشي كنعمرش بزاف بالزبده، غير بشويه. استمر هكا بنفس الطريقه. غادي نزيد جوج ورقات اخرين وغنكمل. وهنا من بعد ما زدت هاد جوج ورقات الاخر اللي بقاو ليا، فانا هنا تنحاول كما كتشوفوا معايا كنوزع هذيك الكميه ديال الكاوكاو وديال اللوز هكا. غندير يدي وغادي نبدا كنوزع بشكل اللي هكا اللي هانتوما كما كتشوفوا معايا. كنفرق على جميع جوانب باش ما تجينيش بقلاوه هكا فاش طيب جهه طالعه وجهه نازله. نستمر هكا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هذيك الحشو ديالي كامله. ومن بعد ما غادي نوزعها هكا غادي نبدا تنقاد الجوانب باش هكا تجيني شكل واحد حتى في التقطاع تجيكم ساهله. صافي من بعد ما كتكملوها البنات كتاخذوا الورقه داك النصف الاخر اللي بقى لكم وكتبداو كتوزعوها البنات هكا كيف ما درتو في المره الاولى. كتضيفوا الزبده وكتضيفوا بجوج الورقات حتى كتكملوا الورقه اللي بقات عندكم كامله. وهنا من بعد ما كملت الورقه اللي عندي كامله، هنا البنات خذوا مسطره كيف ما كتعرفوا. مسطره غادي تسهل عليكم هكا الطريقه باش غادي تحدوا هذيك الحلوه ديالكم. وغادي تقطعوها هكا مربعات. دير واحد 3 ديال السنتيمترات. انا ما توفرش عندي مسطره، درت انا غير واحد الكرتونه درت فيها واحد 3 ديال السنتيمترات هكا في العرض ديالها. وغنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل تقطاع ديال هاد الحلوه ديالي. هنا من بعد ما كنقطعوها البنات هي قطعوها غير بشويه باش كتمشي معكم بشكل اللي مقاده البنات. وفاش تكونوا كتقطعوها ديروا الموس بحال اللي كتوركوا على كتوركوا على هذيك الورقه وعلى هذيك الحشوه وكتقطعوا، ماشي كتجروا بحال اللي عندكم منشار. اذا جريتو راه غادي تجر لكم الورقه مع الموس وغادي تشتت لكم الحشوه. صافي هنا البنات ذوبت الزبده على شكل نوازيط هكا تندوبوها مزيان وكنخويها من الفوق. صافي وغادي نستمر هكا غادي نوزع ديك الزبده. وفي هذه الاثناء غادي يكون الفران سخون غادي نخشيوها البنات غادي طيب. غتشعلوا عليها هكا من الفوق حتى كتبان لكم ديك الورقه هكا شويه تنفخات وكتنفخ كتطفيو من الفوق تشعلوا لها من التحت كتخليوها حتى كطيب على خطرها البنات. صافي وغادي نتلاقاو من بعد. صافي هنا من بعد ما كطيب وجدات تحمرات كما كتشوفوا جات على هذا الشكل، ما كتحرقش وما كتحمر وزعما ما كتبقاش خضره، خصها تقرمش هكا. والبوطه راه كتكون مهيله البنات باش دوك الورقات اللي داخل تيطيبوا. الا جهدتو على البوطه كتحمر الورقه من الفوق وكتبقى هذيك الورقه اللي الوسط خضره، بالتالي ما كتجيكمش مقرمشه. هذا هو الشكل ديال العسيله ديالنا من بعد ما هكا واحد العسل هكا اللي كيكون خاص هكا غير بهاد المعسله كديروه في نفس زعما كديروه يعني في نفس الوقت ما كيبقاش عندكم وهنا كتكون معسله سخونه. وهذاك القطر او العسل كيكون حتى هو سخون. كنسقيوه مزيان البنات
وكتخليوها هكا من بعد ما كتسقيوها كتسقيوها غير بالنص، وكتخليوه لمده ديال واحد 10 دقائق تقريبا حتى كتشرب ليكم، وكتعاودوا ترجعوا تسقيوها تاني صافي حتى كتشرب مزيان. وكتخليوها تبات البنات واحد الليله هكا اللي يعني من بعد ما كتسقى هكا مزيان بالعسل وداك الشيء. هنا راه خليتها البنات مورا ما سقيتها المره الاولى والثانيه، خليتها واحد الساعتين حتى بدا هذاك الشيء زعما برد شويه. والعسل قدر انني فاش ندير هذا اللوز من الفوق خديت اللوز كونكاسي. الا بغيتو ديروا الكاوكاو اللي عندكم، حتى البنات الا بغيتو تعمروها من الداخل بالبيستاش والاكاجو كديروا نص الكميه 250 اللي متوفر عندكم ديروه. انا زينت باللوز وغادي تخليوها تبات واحد الليله كامله باش هكا تتبرد وتتعلق وكتولي البنات ما نعاودش ليكم كتجي زوينه بزاف. انا من بعد ما وجدتها البنات باتت هكا ليله كامله وصافي. هنا غادي نبدا غادي نرسم معكم هكا واحد الوحيدات وغادي تشوفوا البنات كيفاش كتجي من الوسط. راه كتجي البنات زوينه بزاف، كتجي مقرمشه هكا. وصافي ان لان كاين اللي ما كتعجبوش هكا الشباكيه ولا كديروا هاد المعسله وكتبقى شي حاجه اللي زعما فيها حشوه اللي بنيه اللي حشوه اللي زوينه. هانتوما البنات شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، راه كتجي البنات زوينه بزاف، كتجي مقرمشه وهكا منفوخه من الفوق وحتى الحشوه من الداخل كتجي بنينه وما فيها لا عجينه لا والو. لا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ومن لي كومونتير زوينين ديالكم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.